السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. معانا رسيفر سنايبر 3 سبعات. الرسيفر زي ما احنا شايفين. هنبدأ نوصل باور مع بعض. مفيش أي استجابة على الشاشة. هات لي الباور سبلاي يا عم. زي ما احنا شايفين على الباور سبلاي الرسيفر صاحب 80 ملي أمبير. هنفصل باور عن الرسيفر ادي ال 12. هنوصل تاني. الرسيفر صاحب معايا 80 ملي أمبير. انا عشان نحكم ان الرسيفر عندي سليم ما فيهوش اي مشكله لازم يسحب من 200 ل 220 ملي امبير من غير كابل الاشاره. ده المعدل الطبيعي لسحب الامبير بالنسبه للرسيفرات السان بلس او الرسيفرات الميني عموما يعني. هنبدا نفك الرسيفر مع بعض ونشوف مشكلته. هنبدا نوصل باور وهنبدأ نرفع الفولتيات من على الرسيفر. أول ملف عندنا الاس 47 موجود عليها ال5 فولت. ظهر معاك الرسيفر والباور ولا؟ تمام. تاني حاجة عندنا ريجوليتور مخرج 1 و8 كده مظبوط، وعندنا هنا ريجوليتور 3 و3 تمام. عندنا هنا ملف 1 و2 تغذية المعالج. تغذية المعالج معلهاش أي فولت زي ما احنا شايفين على الافو، مفيش أي فولت على تغذية المعالج. طيب هنبدأ نحول على وضع الدايت اللي هو وضع الصفارة. ادي الافو على وضع الصفارة، وهنثبت على الأرضي ونروح على ريجوليتور اس 10 اي سي قصدي الاس 10، وهنشوف الشورت. هنا مفيش اي شورت على الملف بتاعه تمام. انا عشان نتاكد ان في مشكله عندي في الاس 10 تغذيه المعالج ولا لا، هنبدا نحجم فولت. هات الباور سبلاي. هنبدا نشغل باور سبلاي تاني معايا على اضعف حاجه تمام، وهنبدا نحجم الفولت على الاس 10 على القناع. هنيجي مثبت لأرضي وادي فولت الحجم المباشر بتاعي، وهنبدأ ندخل بال 12. زي ما احنا شايفين الريسيفر جاب معانا كلمة اون. كده انا عندي مشكلة في الاس 10. انا فصلت وهنبدأ ندخل على الميكروسكوب ونرفع الاس 10 ونركب اس 10 جديد. هندخل على الميكروسكوب. ادي الاس 10 معانا. هنبدأ نرفعه من مكانه ونركب اس 10 جديد. هنحط شوية فلكس ونشغل الهوت بتاعنا. وهنجيب اس 10 انا متعود ان سحبة الامبير بالنسبة للريسيفر سليم من غير كابل الاشارة 200 ل 220 ملي امبير. اعلى من كده يبقى في مشكلة في الريسيفر، اقل من كده يبقى في مشكلة في الريسيفر. طبعا ده من غير كابل الاشارة. احنا كده رفعنا الاس 10 القديم اهو. هنبدأ نركب الاس 10 الجديد.
طبعا الريسيفر كان ساحب معايا 80 ملي امبير، وال 80 ملي امبير انا متعود عليهم بيبقى عطلين، عطل في باور الريسيفر او شحن فلاشه. يعني انا متعود ان ال 80 ل 90 ملي امبير ساعات بيكون معايا شحن فلاشه او ريجليتور فيه مشكله او اي سي باور فيه مشكله. هنبدأ نتستت. تعالى لي هنا يا عم، هنسمي الله ونجرب. نشوف الريسيفر هيعمل معانا ايه. تمام كده الريسيفر فتح معانا اهو، وهنوصل كمان مرة. كده الريسيفر فتح معانا تمام. هنبدأ نوصل صورة ونجرب الإشارة ونطمن ان الريسيفر اشتغل معانا تمام. هاتلي الشاشة. زي ما احنا شايفين الريسيفر فتح معانا واشتغل. هنفصل اشارة عن الريسيفر اهو، وندخل على الميكروسكوب. الريسيفر الطبيعي على الباور سبلاي بيسحب من 200 ل 220 250 ملي امبير في الحدود دي، ده من غير كابل الاشاره. 80 ملي امبير او 90 ملي امبير الريسيفر بيكون حاجه من الاثنين، يا اما مشكله في ايسيهات الباور بتاعت الريسيفر اس 10 او ريجوليتور او شحن الفلاشه. الفيديو اتمنى ان يكون مفيد، ما تنسوش لايك واشتراك وتعليق. شكرا.